ايه اعجب شيء مر عليك سمعت عنه او شفته او لمسته من قصص الشباب في المعنى ده تحديدا؟ يعني من أكتر القصص المؤثرة جدا اللي بقولها في الدرس وبشوف يعني أثرها على وجوه الناس، طبعا سوء الخاتمة مؤثرة جدا، ومن أكتر الحاجات اللي بتصحصح الناس وبتفوق الناس. فأذكر قصة سمعتها في أحد الدروس من أحد مشايخنا، بيقول إن هو فوجئ باتصال جاي من سيدة يبدو من صوتها إن هي كبيرة في السن، تكاد تكون بتصرخ في التليفون، والحقني أنا عندي كارثة وتعالى. وطبعا هو تحرج منها، يعني واحدة بتقول له تعالى وبتقول له عنوان وبتاع، مش عارف يعمل إيه، بس بيقول من صريخها ويبدو إنها فعلا بتمر يعني بكارثة، يعني مشكلة كبيرة جدا. فبيقول اتصل ببعض الإخوة عشان ما يروحش لوحده يعني، وقرر حتى ان هو يروح ويقف تحت البيت يشوف ايه اللي بيحصل يفهم، بس هو حس بصدق فعلا يعني. فبيقول مجرد ان هو وصل عند العمارة لقى في لمة تحت، فدخل اللمة دي لقى واحدة شبه مغمى عليها والناس بتحاول تفوقها، فجمع يعني غالبا هي دي الست اللي مكلماه، فوصل لها انا الشيخ فلان الفلاني اللي كلمتيني في التليفون. راحت مدياله مفتاح شقة وقالت له اطلع، يعني ما معناه داري المصيبة اللي فوق. طلع الشقة وفضل يدور في اوضه الشقة لغاية ما دخل الأوضة، لقى فيها شاب عنده 17 سنة عريان ميت على الأرض، ومفتوح على الكمبيوتر قدامه موقع إباحي. لا حول. يعني الواحد بصراحة لما الموقف ده محتاج وقف. كان بيعمل ايه؟ ما كانش بيزني، ده لو اعتبرناها يقع في كبائر اصلا هو ما بيقولش عليها كبائر، وهو ده نقول ده لو اعتبرنا دي صغائر وهو مش واخد، وفي بقى حاجات خفية وممكن ما يكونش واخد باله منها. بس تخيل حضرتك 17 سنة ويعني ممكن تكون الكلام ده نخاطب بيه شريحة كبيرة قوي من الشباب. يمكن الموقف ده بيعدي على ناس كتير قوي وخلاص، يعني بيستمرئ المعصية ويبتدي يقول كل الشباب بيعملوا كده، هو يعني انا الوحيد؟ ايه المشكلة؟ زي ما بنيجي نتكلم في بعض الذنوب المشهورة عند الشباب من عادات سيئة ومن ذنوب الشباب بشكل عام. هو انا اول واحد يعني بصاحب؟ ما الدنيا كلها مصاحبة. هو انا اول واحد بعمل كذا؟ ما الدنيا كلها بتعمل كذا. ويبتدي يبقى هو شايف انه عايز زي بقية الشباب. فلو انت حطيت في الاعتبار ده ان هو 17 سنة وبيحصل له الكلام ده، تحب تموت كده؟ تحب تبقى دي الخاتمة؟ السؤال الحق قبل فوات الاوان، لانك ما تعرفش انت فين دلوقتي من الطريق عند ربنا، ان ربنا امهاله هيكون لغاية فين. ان الله يملي للظالم، واحنا كلنا بنظلم انفسنا بارتكاب المعاصي دي، فاذا اخذه لم يفلت، اخذه اليم شديد. يعدي الخط الاحمر هو مش داري، هو ماشي 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 ماشي، مرة واحدة يجد العقوبة تكون مرة قوي وصعبة قوي. عشان كده عايزين نسمع النهاردة ونفهم المعنى ده كويس وننقشه على قلوبنا. عايزين نلحق ونبادر قبل أن نغادر.